يا رب كل مدرس بيظلم ولاد الناس وبيظلم أولياء الأمور وبيقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الطالب وولي الأمر، ربنا ما يمتعوش بماله وما يمتعوش بصحته ويصرف ماله على صحته وما يباركلوش في أولاده وأولهم مجدي فوت. إحنا واقعين مع عصابة شوية عيال حرامية بيتفننوا إزاي يضحكوا على أولياء الأمور وعلى الطلبة. رب كل مدرس بيتقي ربنا في ولاد الناس وبيقدم مصلحة الطالب وولي الأمر على مصلحته الشخصية، ربنا يبارك له في ماله وفي صحته وفي أولاده. ويا رب كل مدرس بيظلم ولاد الناس وبيظلم أولياء الأمور وبيقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الطالب وولي الأمر، ربنا ما يمتعوش بماله وما يمتعوش بصحته ويصرف ماله على صحته وما يباركلوش في أولاده وأولهم مجدي فوت. إحنا واقعين مع عصابة شوية عيال حرامية بيتفننوا إزاي يضحكوا على أولياء الأمور وعلى الطلبة، يسرقوا فلوسهم ويكونوا سبب في سقوط أولادهم ويحرقوا قلب أولياء الأمور. ده الكلام اللي قالته ولية أمر السنة اللي فاتت. قالت لي أنا كنت بسمع حضرتك طول السنة وانت بتنتقد المدرسين، وكنت بقول على حضرتك انك بني آدم حاقد وجواك وحش. لما شفت بنتي بقى في شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 وكل ما اخش عليها وهي بتذاكر الاقيها بتعيط، ادركت ان انا كنت غلط وان حضرتك كنت صح. احنا فعلا واقعين مع عصابة بتستنزف اولياء الامور وبتستخف باولادنا وبتكون سبب في سقوطهم. شيء غريب ان المدرس ياخد فلوس ولي الامر والطالب ويتفنن ازاي يستخف بابنه ويضحك عليه. بداية بس كده قبل ما اتكلم في اي حاجة عايز اقول شوية نقط بسيطة. الست اللي بتقول لي هذا الكلام قالت لي من فضلك من اول السنة امان عليك تطلع تبصر اولياء الامور وتبصر الطلبة، لا لشيء الا عشان ياخد باله بس، لكن اللي مكتوب احنا هنشوفه. فانا عايز اقول شوية نقط بسيطة كده اسمعها من الدكتور مجدي كويس. رقم 1، انا فاهم كويس قوي وتلك الايام نداولها بين الناس. كل واحد لازم ياخد يومين وينزل ويطلع غيره. ما الدكتور مجدي ربنا مديله من اكتر من 42 43 سنة. اذا دي سنة الخلق، وتلك الايام نداولها بين الناس. كمان انا فاهم كويس جدا المؤمن لا يكذب، فلما بشوف بني ادم كذاب انا بتقفل ناحيته وبكره الظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبكره البني ادم الطماع. افهم كويس قوي انا بقول ايه. الفيديو ده المقصود منه ان احنا نبصر حضرتك كولي امر ونبصر حضرتك يا ابني يا طالب ويا بنتي. اسمعوا وبعد ما تسمعوا فكر فيه، وبعد ما تفكر فيه اعمل اللي نفسك فيه، اللي انت عايزه اعمله. يبقى الدكتور مجدي مش طالع عشان يهاجم مدرس ولا يهاجم المدرسين اطلاقا والله، انما بس خد بالك وركز كده لاخر الفيديو واخذ الشيطان عشان هقول كلام في منتهى الاهميه. انتبه بقى كده معايا وركز في الكلام اللي انا هقوله. عايز كل واحد من حضراتكم يعيرني كل الانتباه والتركيز. المنهج بتاعنا مكون من موضوعات محدده. ايه الموضوعات المحدده دي؟ اتفضل حضرتك. دي موضوعات المنهج. ايه موضوعات المنهج؟ ركزوا بقى كده معايا شويه. بنبدا اول حاجه الدعامه والحركه، ودي عليها اخر السنه 6 درجات. التنسيق الهرموني وده عليه 5 درجات. موضوع التكاثر وده عليه 12 درجه. موضوع المناعه وده عليه 8 درجات. البيولوجيا الجزيئيه اللي هو الدي ان اي والار ان اي وده اكبر موضوع عليه درجات 16 درجه.
وبعدين جابوا لنا نص منهج الجيولوجيا اللي كان موجود من سنتين، حطوه في اخر الكتاب وسموه الجيولوجيا او علم الارض، وده عليه 13 درجه. لو جمعت دول هيطلعوا 60 درجه. دي توزيعه طلبه الثانويه العامه. طيب طلبه الازهر تقريبا نفس التوزيعه مع تعديل بسيط. ممكن تلاقي الدعامه والحركه دي عليها 5 درجات، التنسيق الهرموني ده عليه 4 درجات، التكاثر ده يوصل ل 15 او 16 درجه، الجيولوجيا دي عليها 12 درجه، الدي ان اي والار ان اي قد يصل الى 18 او 20 درجه في بعض الامتحانات. تعديل بسيط لكن تقريبا في نفس القصه دي. اديني قلت لك توزيعه المنهج. خدوا بالكم المصيبه اللي المدرسين بتعملها. طيب يا دكتور، نعم دي توزيعه المنهج؟ يا فندم. تأمل كده معايا المنظر وافهم. الدعامه والحركه، احد المدرسين ربنا يهديه ويصلح حاله، الدعامه والحركه هيشرحها في 5 محاضرات زائد ورشه. وانا بقول لك اهو من بدايه من قبل ما اتكلم في حاجه، 5 محاضرات زائد ورشه. طب وبعدين هيشرح التنسيق الهرموني في 4 محاضرات زائد ورشه. هيشرح التكاثر في 8 محاضرات وهيعمل ورشتين. الكلام ده اللي هو منزله، ما انا قاعد اتفرج على المدرسين اشوف ايه هيمشوا ازاي وخطتهم ايه. فدي خطه عمله قدام عينك بالمنظر ده. طيب الجيولوجيا متقسمه 3 فصول، 3 اجزاء. هيشرح حضرته التراكيب الجيولوجيه والمعادن. الكلام ده هيبداوا من يوم 15/8 هيخلصوا في شهر يناير. ادي شهر يناير. الكلام ده هيبداوا 15/8 هيخلصوا في شهر يناير. كلام جميل. هيوقف وبعدين يروح يعمل معسكر مدته 2 أسبوع. طب وبعدين هيعيد تاني الدعامه والحركه والتنسيق الهرموني والتكاثر، هيعيدهم تاني ويعيد تاني التراكيب الجيولوجيه والمعادن. هياخد قد ايه؟ 2 أسبوع. كلام جميل. طيب هيشرح ايه بقى بعد كده؟ المناعه هيشرحها في 4 محاضرات زائد ورشه، وهيشرح الدي ان ايه والار ان ايه في 7 محاضرات زائد ورشه او ورشتين عشان اكون في منتهى الصدق. طب يا دكتور، نعم الكلام ده بقى هيشرحه امتى؟ هيشرحه في شهر 2، وهيشرح اصعب جزء في موضوع الجيولوجيا اللي هو موضوع الصخور. هيشرح الكلام ده امتى بقى؟ في شهر 2 وشهر 3. شهر 2 وشهر 3. افهموا انا بقول ايه؟ 2 و3 هيشرح فيهم المناعه والدي ان ايه والار ان ايه والصخور. ايوه. طيب كلام جميل. ايه المشكله بقى؟ بص كده الدعامه والحركه دي عليها كام درجه؟ 6. بص كده التنسيق الهرموني ده عليه كام درجه؟ 5. يعني 11 درجه. بص التكاثر ده حضرتك 12 درجه، يبقى كده 23 درجه. طيب التراكيب الجيولوجيه والمعادن، انا قلت لك الفصل ده كله عليه 12، وقلت لك الفصل ده كله بالنسبه 12 للثانويه الازهريه و13 للثانويه العامه. اكبر موضوع بتيجي عليه درجات الصخور، لكن انا هفترض ان ال 13 درجه دول او ال 12 درجه هيقسمهم على ال3 دول، يعني كل واحد من دول نصيبه 4 درجات مثلا، رغم ان الصخور اكبر حاجه بتيجي عليها درجات واصعب جزء في الجيولوجيا اللي هو علم الارض، فدرجتها بتوصل ل5 و6 درجات من ال 13. ومع ذلك هنقول ده عليه 4 وده عليه 4، يعني عليهم 8. ماشي الحال. جمع بقى كده 6 يا ابني و5 11 و12 ادي 23 درجه، و8 ادي 31 درجه. انا بقول كلام بسيط ما فيهوش اي مشاكل. يعني المدرس ده من 15/8 لغايه نص يناير، 15 يناير، بص ضيع وقت قد ايه حضرتك؟ 15/8 ل 15/9 ادي شهر، ل 15/10 ل 15/11 ل 15/12 ل 15/1، 5 شهور. في كام درجه؟ 31 درجه تقريبا. اجمعهم تاني عشان اجايز اكون غلط. الدعامه والحركه عليها 6 درجات، والتنسيق الهرموني عليه 5 درجات، والتكاثر عليه 12 درجه. 6 و5 11 و12 ادي 23. وانا قسمت ال 12 او ال 13 درجه دول على ال3 موضوعات، قلت ده 4 وده 4 يعني عليهم 8. 8
والرقم اللي انا قلت عليه 23 يطلع 31 درجه، يعني تقريبا نص الماده. قلنا الكلام ده امتى بقى والطالب جاي هادي واعصابه هاديه؟ احنا بادئين 15/8. بص ضيعنا في نص الماده في 5 شهور. ادى اجازه اسبوع، بدا علينا شهر 2. رمضان جاي السنه دي 8/2، العيل مجهد وتعبان وبدات المواد تضغط عليه، فبدا يخش في عمق الفيزياء والكيمياء والعربي والانجليزي. اروح جاي مديله نص المنهج التاني، اللي هو ادي منظر المناعه قدام عينك عليها 8 درجات، وادي منظر الدي ان اي والار ان اي عليه 16 درجه، ادي 24 درجه، وقلنا هنا في قدام عينك حوالي 5-6 درجات، ادي نص المنهج التاني حوالي 29-30 درجه. بص بديهم امتى بقى والطالب مجهد وتعبان. طيب ايه اصعب حاجه في الفيلم ده، في المنهج ده كله؟ اصعب حاجه الدي ان اي والار ان اي عليه اكتر من ربع الدرجه للثانويه العامه، وتلت الدرجه من 18 ل 20 درجه موجود قدام عينك لطالب الازهر. بص بنديله امتى؟ اصعب جزء في الاحياء. بص العيل بياخده امتى؟ الصخور دي اصعب جزء في موضوع الجيولوجيا، اصعب جزء. الدي ان اي والار ان اي عليه 16 درجه اهو. يطلع اي مدرس يقول لي انت بتتكلم غلط. وادي 8 درجات المناعه قدام عينك. بص بنقول الكلام ده امتى؟ في شهر 2 وشهر 3. يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى دي سرقه ولا مش سرقه؟ يبقى ده حلال ولا حرام؟ عايز بس حد يقول لي. ها انا ببصر الطلبه كلها واولياء الامور اهو، عشان ما تجيش تعيط بقى في شهر 3. ما هو ده حصل السنه اللي فاتت. خش كده على محاضرات الدكتور مجدي بتاع تخليق البروتين، موضوع موجود في الدي ان ايه. شوف الطلبه كاتبه ايه، الاف الطلبه سمعوا المحاضرات دي. احنا اول مره نفهم الدي ان ايه والار ان ايه. خش كده، انا بسمي المراجعات النهائيه محاضرات الخلاصه، في واحده للازهر واحده للثانويه العامه. الاف الطلبه في مصر سمعوا هذا الكلام. خش شوف قدام عينك تعليقات الطلبه ايه. احنا ما كناش فاهمين حاجه خالص في الاحياء. طب ليه؟ عشان الوقت كله والطالب هادي طالع لنا جاي لنا اعصابه هاديه. 15/8 ضيعناه في الكلام الفارغ اللي ما عليهوش درجات، ضيعناه في الدعامه والحركه اللي عليها 6 درجات، ضيعناه في التنسيق الهرموني اللي عليه 5 درجات، خد بالك، والتكاثر اللي عليه 12 درجه. اهم 5 و6 11 و12 قلت 23. وادي قدام عينك الجزء بتاع الجيولوجيا افترضت ان دول عليهم 8 درجات، ادي 31 درجه، يعني تقريبا نص الماده. طب فين بقى النص الثاني؟ هنروح نقوله هنا في شهر 2 وشهر 3، والعيل صايم، وفي شهر رمضان والعيل مجهد. يبقى لازم العيل ما ينجحش، لازم ما ينجح. هينجح ازاي؟ ها ونرجع بقى نقول الاوائل والتكريمات والعمره وصلوا على النبي والعصر، ونقعد نقول في كلام قدام عينك لا علاقه له بالعلم. احنا بنضيع وقت ولاد الناس. ده المنظر ودي التوزيعه. الكلام ده ما يرضيش ربنا. التوزيعه دي يعملها مدرس صغير ما عندوش خبره ولا عنده حكمه، لا عنده خبره ولا عنده حكمه، يبقى ده ما يرضيش ربنا. يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. ده كلام يرضي ربنا؟ لا ما يرضيش ربنا. طيب ادي اول جزئيه. اسمع اللي جاي. ايه بقى هناخد فلوس ايه من العيال في الفيلم ده؟ اسمع كده، خليك معايا وركز. ايه الثلاث حاجات بقى قدام عينك اللي احنا بنلعب بيهم على العيال؟ رقم 1 الدين. دي الدخله اللي احنا بنخشها للعيال، هي دي الدخله. وانا قلت الكلام ده الفيديو اللي فات، قلت لك هي دي الدخله. نقعد ندي في مواعظ، واخد بالك انت، وكلام بعيد عن الماده العلميه عشان نستعطف الطالب. ادي الدين. الاوائل والله الذي لا اله الا هو، ما في طالب يتصل بيا قدام عينك شايل احياء وانا ما بدرسش دور تاني، ما في طالب الا لما اساله كنت بتاخد مع مين، واقول سبحان الله. شاف المدرس ده بقى هو ظلم كام طالب وكان سبب في سقوط كام طالب. لكن احنا نجيب الاوائل عشان نستخف بولاد الناس، عشان قلت ده الطعم اللي احنا بنصطاد بقى الطلبه الجديده بقى. ادي الاوائل. وبعدين التكريمات بقى والاختبارات والضحك على العقول والعمره اهو. الهدايا والعمره، وليك هدايا وليك مكافآت وليك عفريت ازرق. كل ده تضييع وقت. فين العلم؟ مفيش علم. طيب انا بعمل الكلام ده ليه؟ عشان الفلوس. ازاي بقى؟ اسمع الفلوس.
البرنامج بتاع الاحياء فقط المدرس ده عامل غير شامل المراجعات النهائيه 1350 جنيه. ما هو عايز يجر الطلبه كلها بقى على الكورس الثانوي. طب ليه؟ عشان ياخد الفلوس مره واحده وبعدين يخبط دماغك في الحيط. ما هو فاهم كويس جدا العيال هتسيبه، هو فاهم ده كويس. هيسمعوا دعامه وحركه ويسيبوه ويمشوا. الجيولوجيا غير شامل المعسكر ومراجعات نهائيه 450 جنيه. كورس الدعامه والحركه والورشه 280 جنيه. هتسمع احياء بالحصه 60 جنيه والورشه ب 80 جنيه. الجيولوجيا بالحصه 45 جنيه والورشه ب 60 جنيه. وعايز هو يوجه كل الطلبه تاخد ثانوي. طب ليه؟ ما هو انا قلت لكم عايز ياخد الفلوس بعد كده اخبط دماغك في الحيط. طب انا حضرت معاك واشتركت بالترم او اشتركت ثانوي ورجليا جت خلاص وبعت لي الكتب، طب الحل ايه؟ انا مش فاهم. اخبط دماغك في الحيط. خلاص هو خد الفلوس. خد الفلوس فلازم يوجه الطلبه ناحيه الاشتراك السنوي. افهم خليك شاطر. ده المنظر قدام عينك بتاعت الاسعار اللي هو عاملها. تيجي بقى تشوف محتويات المحاضره. قبل ما اقول لك محتويات المحاضره انت هتراكم بعد شهر وهتلاقي الدنيا وقفت معاك. ليه؟ ما انا عايز البخ العيال. اهو اسمع كده، ادي الاشتراك اهو. هنشرح شرح مفصل، كتيب قبل المحاضره وبعد المذاكره، ما اعرفش بيجيبوا اسماء في منتهى الغرابه. محاضرات قدام عين، كل دي فيديوهات، محاضرات مذاكره، محاضرات حل كتاب الامتحان وحل كتاب المدرس، وهعمل كويز وكتاب الازهري وورش وشرح سريع في الورشه وكتاب التفوق هنحله والسنوات السابقه واختبار شامل ونكرم الطلبه. كل ده ضحك على العقول. طب الكلام ده هيتعمل في الدعامه والحركه وهيتعمل في التنسيق الهرموني اللي عليهم 6 درجات و5 درجات. هنعمل الكلام ده في الدي ان ايه بقى؟ لا. هنعمله ازاي في الدي ان ايه؟ ما انا قداميش غير شهرين في الدي ان ايه. ما هم شهرين اهم، 2 و3 لازم اشرح فيهم نص المنهج. اذا كنت انا ضيعت 5 شهور هنا بشرح الكلام البسيط، اجي هنا بقى ازاي هجيب وقت؟ انا ما انا عايز في اول 4 عايز اراجع. طب الموضوع ده اللي عليه 7 محاضرات ازاي وده هيتشرح هنا في 5 محاضرات وورشه يعني 6، وهو مش هيشرحه في 6؟ ده كذاب. ده هو هيشرحه في اكتر من 6. بص يعني اضيع هنا في موضوع عليه 6 درجات اضيع فيه قدام عينك 6 محاضرات 5 ورشه، واجي هنا في 7 محاضرات قدام عينك اشرح الدي ان ايه والار ان ايه اللي عليه 16 درجه. ما هو لازم العيال تسقط. طب ليه؟ عشان ما هو عارف ان هو مش هيعرف يشرح ده. هو عارف ان هو مش هيعرف يشرح ده، فتكون النتيجه ايه؟ نمط في الكلام الفارغ ده ونوقف في شهر واحد ونعمل معسكر ونعيده تاني. بص ونعيده تاني. بص تضييع الوقت. بص بنعمل ايه في العيال، وبعدين نروح نشرح بقى نص المنهج التاني نروح مكروتينه والعيال صايمه والعيال مجهده والعيال تعبانه. انا بسال هل ده كلام يرضي ربنا؟ لما انا اشوف الكلام ده مش ظلم هيقع على الطالب، بس الطالب مش فاهم حاجه للاسف. ولي الامر مسكين مش فاهم حاجه. ده لسه بقى هنجيب كتب كمان. ده الفلوس اللي انا قلتها دي كلها لسه ما عملناش الكتب. ادفع بقى وقع. الدعامه والحركه كتاب والتنسيق الهرموني كتاب، او الدعامه والحركه اسف والتنسيق الهرموني الاثنين مع بعض كتاب، والتكاثر كتاب، والجيولوجيا كتاب، وفي كتاب للمعسكر، وبعدين في كتب تانية للبيولوجيا الجزيئيه مع المناعه، وفي كتب للمراجعه النهائيه. بص فلوس، عمالين نلم في فلوس. احد اولياء الامور بيقول لي دول تجار ورق، عمالين يبيعوا لاولادنا في كتب وفي ورق. فين العلم؟ مش عارف فين العلم. بص ده اللي انا بقوله، ده الفلوس دي كلها اللي قدامك دي لسه ما كلمناش في الكتب. ده الكتب دي بلوه تانية. كتب لكذا للدعامه والحركه والتنسيق الهرموني، كتب للجزء بتاع التكاثر، خلاص كتب قدام عينك للجيولوجيا، كتب تانية قدام عينك للبيولوجيا الجزيئيه والمناعه، كتب ثالثه قدام عينك ولا رابعه للجزء بتاع المراجعات. عمالين نبيع في ورق ونبيع في كتب ولابخين العيال. طيب يا دكتور ده واحد. طب اسمع كده التاني ده بيقول ايه. اسمع التاني ده عمال يعمل لنا في خواطر طول السنه ويضيع وقت العيال، ونقول العيال بتراكم ليه؟ ده بيعملوا فيديوهات للتسليه اكتر من فيديوهات قدام عينك بتاعت الشرح بتاعت الماده العلميه.
ده بقى دمه خفيف، عامل لي الاحياء بس ب 1299. مش عارف ليه ما بقتش 1300. يعني هي ضربت معاه كده، هي 1299. طب ما تخليها 1300. لا، هي ضربت معاه كده، الجنيه ده يفرق معاه. طب وبعدين؟ والجيولوجيا 400 جنيه. طب كورس الدعامه والحركه عنده ب 270 جنيه. طب هيبدا الاحياء امتى؟ 12/8 يخلصها 30/3. طب والجيولوجيا هيبدا 4/9 ويخلصها 30/3. في حد عاقل يمسك فصل في الكتاب نديه في سنه؟ فصل نبداه في شهر 9، الاثنين هيبداوا في شهر 9، اخر حصه قدام عينك هتبقى 30/3. 4/9 يعني شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 وشهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 3، 7 شهور بنشرح في فصل عليه 13 درجه، وكل واحد يعمل في الطالب اللي هو عايزه. ده هيدي حصه كل اسبوعين، ده هيدي حصص صغيره، واخد بالك؟ لا هتخل ولا هتمل. تخل ايه وتمل ايه؟ ده فصل عليه 13 درجه، هنقعد نشرحه كده بالمنظر ده قدام عينك؟ نضيع سنه من العيال واحنا لابخينهم؟ سنه نضيعه في سنه؟ وزي ما قلت كل واحد بيعمل في الطلبه اللي هو عايزه. طب هو بيعمل كده ليه؟ مصلحته تقتضي كده، دي مصلحته، هو اناني بيفكر في مصلحته. ما هو عايز يروح السناتر عشان يضحك على العيال ويلم في فلوس، وعايز يبيع كتب، وعايز يدي علوم متكامله، وعايز يدي سنه تانية ثانوي ازهري قدام عينك لو كان هياخدوا احياء. ها بص، هو عايز يعمل كل ده، طماع. طب ولاد الناس مصلحتهم في الجزمه، اللي ينجح ينجح واللي يسقط يسقط، المهم الم فلوس. يبقى دول عندهم ذره امانه؟ دول عندهم ذره امانه؟ طب دي الاسعار. طيب الباشا ده هيعمل ايه؟ ثانويه عامه الكتب بتاعته ب 320 جنيه، ثانويه ازهريه الكتب بتاعته ب 370 جنيه. دي الكتب. طب الكتب دي ايه؟ محتويات الباكج اللي هو ده عامله ده ايه؟ اذكار الصباح والمساء. يا عم ابعد عن اذكار الصباح والمساء، يا عم مالكش دعوه، احنا هنجيبها، احنا يا عم هنجيبها. انت بتحطها لنا ليه وتطبع لنا وتزود لنا الفلوس؟ استيكرات عشان تبقى قاعد في جو جميل، وكشكول الصعاب. ايه كشكول الصعاب؟ وكشكول المستحيلات عشان تدون فيه. بنعاملكم على ان انتوا اطفال في الروضه، في كي جي، في ابتدائي. بص كشكول الصعاب تدونه ورايا. طب ما توفر فلوس الكلام ده وتنزل من هنا 20 جنيه ولا 30 جنيه. لكن هو عايز يعمل منظر. طيب الكتاب بقى، الدعامه والحركه والهرمونات ده كتاب، والتكاثر ده كتاب، والجيولوجيا ده كتاب، 3 كتب. طب حضرتك انا هتبعت لي الباكج ده، انا خدت معاك حصه 2 3 4 مش عايز اكمل. بتبعت لي كل ده ليه؟ انت بتبعت لي كل ده ليه؟ انت بتبعت لي الدعامه والحركه والهرمونات والتكاثر والجيولوجيا. ما هو عايز يقفش الفلوس وياخدها. اخبط دماغك في الحيط. هو عايز يوجهك عند الاشتراك السنوي 1299 جنيه، وجيولوجيا 400 جنيه. يعني الطالب لو هيحضر مع المدرس ده بس الدعامه والحركه بس مش هياخد ثانوي، مش هياخد ثانوي، هياخد دعامه وحركه بس. يبقى عايز 270 جنيه، ادي 270 جنيه. والجيولوجيا هيبدا 4/9. ما هو الاستاذ ده هيبدا 4/9 الجيولوجيا اهي، اهو هتبدا 4/9، ما هي مكتوبه اهي، ادي 4/9 اهو. يبقى هيبدا 4/9. يبقى المفروض حضرتك في شهر 9 ده تكون خدت الجيولوجيا ادي 400 جنيه وادي 270 جنيه، يبقى جمع دول 670 عشان اخد مع المدرس ده ابدا الجيولوجيا وابدا معاه. ضيف على كده بقى عايز الكتب 320 جنيه، جمع بقى 400 وادي 320 720 وادي 270 720 يبقى 790. عايز 990 جنيه عشان ابدا الجيولوجيا. هبدا معاه يوم 4/9 وابدا معاه موضوع الدعامه والحركه بس 270 جنيه. ما اقولش اشتراك سنوي. اولياء الامور تجيب منين؟ الناس تجيب منين؟ شوف الطمع ده. لو انا هحضر معاه جيولوجيا وهحضر معاه الدعامه والحركه فقط بس، انا عايز 990 جنيه. لو انت ازهر هتعدي ال 1000 جنيه لان الكتب بتاعتك ب 370 جنيه. انا بسال سؤال، ده يرضي ربنا؟ طيب كم طالب بقى؟ خشوا في التعليقات اسمعوا في المحاضرات بتاعت المراجعات النهائيه الخلاصه بتاعتي في الازهر والثانويه العامه. خشوا بصوا قدام عينك في ليله الامتحان. الطلبه تقول احنا اول مره نفهم احياء بالطريقه دي، احنا كان بيتنصب علينا طول السنه وبيضحك علينا طول السنه. تروح يا حبيبي بقى تشترك ثانوي؟ تروح يا ابن الله يهديك تشترك وتشتري الكتب دي كلها
اسمع بقى الدكتور مجدي، ما تشتريش كتب اي مدرس في اي ماده. كلامي واضح؟ الا لما تقرر انك فعلا هتكمل معاه. لكن اروح ادفع كتب قدام عينك 320 جنيه و370 جنيه وانا مش عارف انا هكمل ولا مش مكمل. طب افرض ما كملتش، يبقى انا اتدبست في الكتب دي، هتروح تاخد مع مدرس تاني وتذاكر من كتب مدرس واحد تاني خالص. ده كله تضييع فلوس وتضييع وقت. طب لو هتشترك، اشترك بالحصه. بالحصه. طب ليه؟ انا واثق ان انت بعد حصه قدام عينك هتسيب المدرس، اقصى حاجه بالفصل. يبقى انا ما خسرتش كتير لما اسمع الدعامه والحركه وادفع 270 جنيه. تبقى المساله بسيطه وسهله، وانا واثق ان انت لما تخش تسمع حصه او تسمع الدعامه والحركه انت مش هتكمل. طب ليه مش هتكمل؟ شوف كميه الفيديوهات اللي هينزلوها لك قد ايه، شوف كميه الوقت اللي هيضيع قد ايه، شوف كميه قدام عينك الاستخفاف والهزار اللي بيحصل في الحصه بلا مبرر. ما هو مفيش خبره ومفيش حكمه. افهم، وبالتالي تكون النتيجه ان انت رجليك هتيجي وهتدفع فلوس والاخر هتضيع الوقت. هتضيع الوقت. عشان كده بدعوك انك تشترك حصه بحصه لغايه ما يطمئن قلبك انك ماشي صح. المدرسين دول في شهر 6 من الطمع عملوا محاضرات تاسيسيه ومحدش سمعهم. دلوقتي بيقول لك ايه؟ لو انت ما سمعتش محاضرات تاسيسيه مش مهم وهتمشي عادي خالص طب كنت بتعملها ليه؟ كنت بتضيع وقت ولاد الناس ليه؟ وانا طلعت قلت مفيش حاجه اسمها محاضرات تاسيسيه. كل حصه وكل فصل وكل موضوع ليه التاسيس بتاعه، هنروح نقوله في وقته. يبقى ليه نجمع الكلام ده كله ونقوله قدام عينك في 3 محاضرات تاسيسيه؟ عدم حكمه وعدم خبره وعدم وعي. هو حافظ مش فاهم. بص، ويبدو ان هو مش عايز يفهم. طيب انا وريتك المنظر عامل ازاي. اسمع بقى كده وركز. اخونا نظام المحاضره بتاعته شرح وزتونه ومذاكره المحاضره. ايه يعني ايه اذاكر معاك المحاضره؟ يعني ايه اذاكر معاك المحاضره؟ انا مش فاهم الكلام ده. احنا وصلنا لفين؟ ما هو لازم التعليم ينهار، ولازم العيال تسقط، ولازم يجيبوا الاوائل عشان نضحك على العيال السنه اللي بعدها ونلم فلوس تاني. حل الواجب، فيديو حل الواجب. يعني ايه فيديو حل الواجب؟ انا مش فاهم. طب ما بنجمعش الكلام ده كله ليه؟ شوف كميه الاستخفاف بحضرتك والوقت اللي انت هتضيعه. عشان كده قلت لك ادفع حصه بحصه. انت هتكتشف ايه كميه الوقت ده وايه كميه الفيديوهات دي. ايه كميتها؟ ده فين؟ في الدعامه والحركه اللي عليها 6 درجات والتنسيق الهرموني اللي عليه 5 درجات. هنضيع الوقت ده كله؟ انت هتكتشف ان انت ماشي غلط. انت ما نابكش غير ان انت هتدفع فلوس وخلاص. اما المتخلف والمتخلفه اللي هيدفع اشتراك سنه وده قدام عينك هيتحرق قلبه طول السنه. طول السنه والطلبه بتتصل بيا واولياء الامور بيتصلوا بيا، احنا اشتركنا اشتراك سنوي وجبنا الكتب واتدبسنا في الكلام ده. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل ان انا طالع اقول لك ما تشتركش اشتراك سنوي. مفيش حاجه اسمها اشتراك ترم. الاشتراك ده حصه بحصه لغايه ما استقر مع المدرس وارتاح له. شوف كميه الوقت اللي انت هتضيعه وكميه الفيديوهات اللي هيديها لك. الكلام ده كله تضييع وقت. بقول لك الدعامه والحركه عليها 6 درجات، بقول لك التنسيق الهرموني عليه 5 درجات. نضيع الوقت ده كله ونقعد نحل في 50 كتاب ونضيع وقت ولاد الناس؟ هو راسم لنفسه يمشي ازاي. هو راسم ازاي يمشي اللي يحقق مصلحته. طيب كمل كده حضرتك. وايه الزتونه والفلفله والوجع الدماغ ده؟ انا مش عارف. المدرس ده هيشرح الدعامه والحركه، هيشرح يوم 12/8 قدام عينك النبات. انت هتسمع المحاضره دي مش هتسمع تاني اصلا. يا بتشترك ليه؟ بتشترك ليه وبتدفع فلوس ليه؟ ها؟ انت بتدفع انا بقول لك هتسمع المحاضره دي مش هتخش تسمع تاني. طيب ومع ذلك لو سمعت الهيكل العظمي في يوم 19/8، اللي بعديه الغضاريف والمفاصل والاربطه والاوتار يوم 26/8، ثم الحركه في الانسان يوم 2/9. كم محاضره دول؟ 1 2 3 4. الباشا هيشرح الدعامه والحركه قدام عينك في 4 محاضرات. 4. التاني هيشرح في 5. لا ده هيشرح في 4 ولا ده هيشرح في 5. دي اللي بقول لك ولو حضرت ال4 محاضرات وال5 محاضرات وحضرت الورش مش هتطلع بحاجه ومش هتفهم حاجه. انا بقول لك بخبرتي. ما انا بقول لك بخبرتي لان الموضوع ما يتعملش كده. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. مفيش الكلام ده. هو حافظ مش عايز يفهم. في فرق بين الحفظ والفهم. دي قصه تانية خالص. ويا ترى اللي هو بيعمله في الدعامه والحركه ده هيلاقي وقت يعمله بقى اخر السنه في الدي ان ايه والار ان ايه اللي عليه 16 درجه؟ ابدا. يبقى احنا بنضيع ولاد الناس. كله بيضحك على كله.
طيب اقول بقى حاجه، والورشه بتاعت الدعم والحركه هتبقى يوم 9/9. وانا بقول اهو من دلوقتي. ده بقى بيحط شعارات غريبه جدا. احنا مؤسسه تعليميه، احنا خبره بقالنا 8 سنين، شعارنا سيب نفسك. سيب نفسك، ايه سيب نفسك دي؟ مش عارف يعني ايه سيب نفسي. يعني انا كوع فلوس وخلاص؟ انت بتسوق ايه؟ غنم؟ يعني ايه سيب نفسك؟ ها، احنا بنفكر لك، اوعى تفكر. احنا بنفكر لك، انت في ايد امينه. ايد امينه؟ امينه ايه ووفاء ايه ومنى ايه؟ انا مالي ومال الفيلم ده؟ حبيبي انت وهو يا ابني، انت وهو. انت بتدفع فلوس بابا طافح الدم بيها. اتقي ربنا في ابوك وامك واتقي ربنا في نفسك. كلامي واضح اهو. ما يضحكوش عليك بالاوائل، ما يضحكوش عليك بالعمره، ما يضحكوش عليك بالهدايا، ما يضحكوش عليك بالاستيكرات، ما يضحكوش عليك. كل ده تضييع وقت وانت بتضيع. اهو بعد شهر واحد هتتراكم عليك الدنيا كلها فوق دماغك لو فضلت ماشي بالطريقه دي. طيب يا دكتور، نعم، سؤال. الظالم الاولاني الطماع الكذاب عامل الاحياء 1350 من غير المراجعات النهائيه، وعامل الجيولوجيا قدام عينك ب 450 جنيه غير شامل المراجعات. يعني لو حطيت المراجعات هنا كمان 250 جنيه 300 جنيه بقت وصلت الاحياء 1600 جنيه. لو حطيت هنا على ال 450 جنيه دي، ده حطيت 150 جنيه بقت 600 جنيه. 600 وادي هنا قدام عينك بتتكلم في 1600، يعني دخلنا في 2200 جنيه. اهو 1350 هو كاتب كده غير شامل مراجعات النهائيه. هتكون مراجعات اقل من 250 300 جنيه، يبقى انت بتتكلم 1350 و250 ادي 1600. هيحط هنا اقل من 100 جنيه 150 جنيه، يبقى دخلنا في 600 جنيه. 600 و1600 يبقى انت مطلوب منك 2200 جنيه. طبعا لو هتاخد الكورسات دي متقطعه بقى قدام عينك هتوصل ل 3000 جنيه. ده هو كده رحمك. طب كورس الدعامه والحركه بكام؟ ب 280 جنيه. طب ده مدرس. طب نشوف التاني، الظالم التاني. اتفضل. طماع كذاب 1299 جنيه، 1300 و400 جنيه قدام عينك الجيولوجيا. برضو الكلام ده غير شامل المراجعات. طب وبعدين؟ وكورس الدعامه والحركه قدام عينك 270 جنيه. يا دكتور مجدي، انت عمال تقول الظالم والطماع والكذاب. طب مجدي فوده بقى قصته ايه؟ مجدي فوده اللي بيدرس قبل دول ما يتولدوا على الاقل ب 15 17 20 سنه، وهو بيدرس قبل دول ما يتولدوا باكتر من 15 سنه وانا بدرس. لما يجي بقى يعمل هيعمل بايه؟ اذا كانوا دول قدام عينك خبرتهم هم بيقولوا 6 سنين و7 سنين و8 سنين، يعني ما قعدش اول سنتين ثلاثه قدام عينك ما حدش عارفه؟ يعني هو معروف بقى له سنتين ثلاثه ودي اسعاره. امال مجدي فوده بقى اللي بيدرس بقى له 43 سنه دي رقم 44 اللي طلبته. اسال الدكتور مجدي كده، كم طالب كان عندي قدام عينك حصل على اعلى درجه علميه درجه الدكتوراه؟ يطلع بقى يتباهى بطالب كان عنده قدام عينك من الاوائل او يدفع له فلوس ويجيبه عشان يطلع على اكتافه؟ ليه يعمل الكلام ده مدرس صغير؟ كام طالب قدام عينك من طلبتي النهارده استاذ في كليه الطب والصيدله والاسنان والعلاج الطبيعي والتجاره في كل كليات مصر؟ كام طالب؟ والهندسه عشان عندي طلبه قدام عينك. كام طالب قدام عينك النهارده ما بين عميد او لواء في القوات المسلحه وفي الشرطه؟ كام طالب؟ هو ده مجدي فوده. محتاج بقى يطلع يقول اوائل؟ ده شغل رخيص يعمله مدرس قدام عينك عايز يطلع على اكتاف الطالب. هو بيكبر بدول، يكبر قدام عينك لما يخش يتدحلب كده قدام عينك بالدين عشان في الاخر يستعطف الطالب عشان ياخد فلوسه. يبقى من فضلك انتبه بقى، اديني لفت نظرك من اول السنه ها، يبقى ما تجيش بقى تعيط في شهر 3. يعني اذا كانت دي اسعار المدرسين دول، طب مجدي فوده بقى يبقى موقفه ايه؟ طب ايه رايك احنا عاملين الدعامه والحركه دي عندنا على المنصه وبدانا ب 200 جنيه رحمه باولياء الامور. مش لازم نحس ببعض، نرحم اولياء الامور. الراجل الخبره اللي بيدرس بقاله 43 دي رقم 44. نرحم بعض. من لا يرحم لا يرحم. نعملها ب 280 جنيه و270 جنيه و280 جنيه و270 جنيه. طب شوف الدكتور مجدي. طبعا انا يعني هقول ايه؟ هقول مجدي فوده قدام عينك اهو. ادي مجدي فوده
يعني انا عمال انت ابقى لساني عمال اقول ده طماع وظالم وكذاب، هقول لمجدي فوده لقب، ها، عشان يوم القيامه ربنا يقول لي، اقول له انا قلت لقب، ده رئيس الحراميه، ده اكبر حرامي في مصر. هقول ايه بس؟ بهدلوا التعليم، بهدلنا التعليم، ما بقاش تعليم، دي بقت سبوبه، احنا بنضحك على بعض. ده مش تعليم ابدا، ده نصب، دي سرقه. بص انا كتبت ايه؟ الحرامي الكبير، ده الحرامي الكبير مجدي فوده، عشان ما يضربوش على قلوبهم. عمل ايه بقى مجدي فوده؟ اسمع بقى الحرامي الكبير ده هيعمل ايه. بص انت فاهم ده بيقول ايه؟ ده 1350، تحط عليها قدام عينك المراجعات، ها، هتوصل ل 1600 جنيه واكتر. ده لسه ما اتكلمناش في كتب، ما اتكلمناش في كتب، دي قصه تانية. وهنا 450 هتوصل ل 550 ل 600 جنيه، يعني 2200 جنيه اشتراك سنوي، سنوي. يعني الطالب يقع دلوقتي على طول 2200 جنيه عشان يمشي مع الاستاذ ده دلوقتي. طب ده 1299، ده عنده رحمه شال جنيه خلاص، وهنا 400 يبقى دي 1700، مش هتحط كمان 300 جنيه مراجعات هنا ومراجعات هنا، يبقى عدينا ال 2000 جنيه. طب الدكتور مجدي عامل لحضرتك ايه بقى؟ قال لك لا حرام، احنا هنعمل الفيلم ده كله، وخد بالك تاني ده غير شامل المراجعات. لا انا قلت بقى اهو، بص بقى الدكتور مجدي الحرامي الكبير ده هيقول ايه؟ اتفضل اتفضل، القصه دي كلها 1200 جنيه، مش بقى غير شامل المراجعات، ده انت هتدفع دلوقتي ال 1200 جنيه دول، مش هتدفع جنيه تاني لغايه ما تدخل الامتحان على خير. شرح جميع موضوعات المنهج، مراجعه اخر السنه قدام عينك، ليله الامتحان، كل حاجه. طيب كتب الدكتور مجدي فوده، ما احنا عاملين كتب اهو، ما هو ما ده كتاب الدكتور مجدي فوده اهو، ما دي كتب اهي اهو، ما دي كتب الدكتور مجدي فوده اهو. مش هنعمل لك كتب رحمه باولياء الامور، كل اللي مكتوب هنا ده وهيفيدك انا هبعته لك قدام عينك PDF. ليه ندفعك فلوس يا ابني؟ ما نرحمش بعض. يبقى انا شايف ظلمه ولا مش شايف؟ شايف ناس نصابه وحراميه ولا مش شايف؟ على راي وليه الامر، شايف تجار ورق ولا مش شايف؟ اسكت ما اقولش الكلام ده. وبنقول لك كل اللي هتدفعه من دلوقتي لغايه ما تخش الامتحان، متضمنا المراجعات النهائيه وليالي الامتحان وكل حاجه، 1200 جنيه، مش هتدفع ولا جنيه بعديهم. انا مش موافق على ده، هقول لك ليه. الكلام ده بقى عشان ده هيبهدل الناس اللي بتشتغل وهيبهدل فريق العمل. انا بقول كلام بسيط اهو، الكلام ده لغايه يوم ايه؟ اتفضل حضرتك، الكلام ده لغايه يوم 25/8، عشان دي حسابات ومشكله بالنسبه للفريق العمل. طب بعد 25/8 هو هنا المفروض يكون ايه؟ دول معديين ال 2000 جنيه، الدكتور مجدي بقى فوده مش اقل منهم. بعد يوم 25/8 اهو، بعد 25/8 الساعه 12 بالليل يوم 25/8 القصه دي اتقفلت، هتدفع 2000 جنيه قدام عينك في المنهج اهو. طب ليه؟ ليه بنعمل الكلام ده ليه؟ دي عمليه نظاميه. يبقى احنا بنقول لك اهو ارحم بقى ابوك وامك، ها، بنقول كلام بسيط، ما بنقولش كلام صعب، بنقول كلام بسيط. احنا عاملين المنهج كله من اللحظه اللي بتسمعني فيها دي لغايه يوم 25/8 عشان نتعود على الانضباط. هتدفع 1200 جنيه، مش هتدفع جنيه تاني، خلاص انتهت المساله. طب يا دكتور بعد 25/8 هم اهو عاملين هم القيمه دي قدام عينك اهي، اكتر من 2000 جنيه، فاحنا هنشتغل ب 2000 جنيه قدام عينك بعد 25/8. يبقى انت وفرت فلوس ولا ما وفرتش؟ وفرت. طب الكتب مش هنبعت لك كتب ومش هتشتري كتب، كل اللي انا عايز اقوله لك يا ابني هبعته لك قدام عينك مع المحاضرات PDF طول السنه. يبقى ما تضيعش بقى وقتك، ما تضيعش وقتك. طيب يا دكتور، نعم، الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده، ايه الفرق بقى بين مجدي فوده وبين المدرسين دول الصغيرين اللي ما عندهمش حكمه، الطماعين الظلمه دول؟ ده هتدفع له الفلوس اشتراك سنوي ولا اشتراك ترم ولا اشتراك كورس، مش هتعرف تاخد منه جنيه. مجدي فوده لا، عيب. افرض ان بتاخد دعامه وحركه الفصل الاولاني ماشي معايا كويس، اكتشفت ان انا ضعيف يا اخي في التكاثر، انا عايز استرد بقيه فلوسي، هنرجعها لك يا ابني. بنقول كلام بسيط اهو، في اي وقت
على مدار السنه لقيت الدكتور مجدي مش بتفهم منه، هتتواصل معانا قدام عينك وهنشوف المحاضرات دي قيمتها على المنصه كام. انا بقول كلام بسيط، نخصمها من ال 1200 جنيه دول ونرد لك يا ابني فلوسك. طب في حد من دول طول السنه اللي فاتت رجع للطلبه جنيه، سواء كان اشتراك سنوي او اشتراك بالكورس جنيه؟ لا. انا بقول كلام واضح، خلاص هو مسك الفلوس، اخبط دماغك في الحيط. عشان كده بحذرك اهو من دلوقتي عشان ما تتدبسش في كتب وتتدبس في اشتراك بالترم او سنوي. بنقول لك اضعف الايمان اشترك حصه بحصه لغايه ما بس تعرف ان انت هتقدر تكمل. لكن انا بقول لك هتشترك اول حصه قدام عينك مش هتكمل. شوف كميه الوقت اللي انت هتضيعه قد ايه عشان تسمع حصه. طب يا دكتور ده اللي انت هتمشي عليه؟ ده اللي انا همشي عليه. انا مانع فريق العمل تماما ما يتكلمش في حاجتين. طول السنه اللي فاتت دي والسنه دي نفس الكلام، محدش يتكلم في العلم. انت عندك اسئله في كتاب بتذاكر منه او في الحصه بتاعتنا تتواصل مع فريق عمل، تاخد رقمي وتكلمني انا شخصيا اذاكر معاك. ممنوع حد في الفريق العمل قدام عينك يتكلم في العلم، لاني ما بثقش في حد غير في مجدي فوده. يبقى انا مانع تماما الكلام ده. الحاجه رقم 2 اللي انا مانعها عشان نعود الناس على المصداقيه، ما حدش يتعامل مع الطالب ابدا في الفلوس خالص. كلامي واضح، ركزوا في اللي انا بقوله ده. ما حدش يتعامل خالص في الفلوس. انت بعت لهم فلوس، فتحوا لك الكورسات، انتهت علاقتهم. طب انا عايز استرد الفلوس، تاخد رقم تليفوني الشخصي، ولي امرك اللي يكلمني مش سعادتك. مش عاجبك النظام ده ما تشتركش معانا. لان انا شفت العجب، شفت بنات وشفت صبيان قدام عينك ردينا لهم قيمه الكورس، وبعدين ولي امرهم كل ده معتقد ان الدنيا بتاخد مع الدكتور مجدي. يتصل بيا بنتي عامله ايه، شوفوا لنا بنته، يجيبوا لي بنته يلاقوا بنته دي ماشيه من عندنا بقى لها 4 اشهر، بقى لها 3 اشهر، سحبت الفلوس ومشيت، راحت بقى مع زمايلها في السنتر، والاب يا عيني مسكين مطحون في الشغل قدام عينك. انا شفت العجب. فبقول تاني في حاجتين ما تتكلمش خالص مع فريق العمل. لا العلم، عندك سؤال عندك مشكله، ما فيش حاجه اسمها ترد على الدعم العلمي والدعم النفسي والدعم اللي مش عارف دي كلها حركات وتضييع وقت ملوش لازمه. سعادتك مشكورا عندك مشكله في العلم، عندك سؤال في جزء مش فاهمه، تتواصل مع فريق عملنا، تاخد تليفوني وتكلمني، انا اللي اذاكر معاك. وانا قلت انا لا اثق في حد غير في مجدي فوده. الحاجه رقم 2 الفلوس، ما تتكلمش مع حد في الفلوس. بعت لهم الفلوس، فتحوا لك الكورسات، علاقتك بيهم خلصت. طب عايز استرد اي فلوس دفعتها، تطلب رقم تليفوني وتخلي ولي امرك بابا او ماما اللي تكلمني، عشان كلكم ولادي، احنا بنحافظ عليكم، بنقفل طريق الشيطان، بنقول كلام بسيط ما بنقولش كلام صعب. انت مش عاجبك الكلام ده ما تحضرش معايا، شوف حد تاني. يبقى دفعت الفلوس، وبعدين دول 1200 جنيه. افرض واحد سمعني في اول حصه، تاني حصه، تالت حصه، خلصنا الدعامه والحركه وعايز يمشي، ارد له الفلوس دي كلها؟ ولي امره اللي يكلمني، ولي امره اللي يكلمني. طب انا هعرف ازاي ان شاء الله ولي امره؟ لما يجيب واحد زميله يكلمني على ان هو ولي امره. عشان كده هتعمل الاتي: رقم 1 اللي هيشترك اشتراك سنوي هيبعت لي صوره شهاده الميلاد بتاعته، تبعتها لفريق العمل قبل ما تبعت فلوس، وتبعت لي صوره بطاقه قدام عينك بتاعت ولي الامر، الاب او الام، وش وظهر، وتكتب لي رقم اسم الطالب واسم ولي امره وارقام تليفونات ولي الامر اللي هنتواصل معاه عليها. ما بعتش الكلام ده، شوف تبعت ايه اللي بيه نعرف الطالب ونعرف ولي امره. بقول كلام بسيط شوف تبعت ايه اللي بيه اعرف من دلوقتي. لو كتبت اي بيانات من البيانات دي مش مظبوطه هنرد لك فلوسك تاني، شوف مدرس اخر. يبقى انا بقول ده ليه بقول لك تبعت لي شهاده الميلاد؟ ما هو فيها اسم الاب واسم الام واسم الطالب او الطالبه اللي هيشترك سنوي ده، ولازم اعرف اسم الطالب ايه، ولي امره مين اذا كان ابوه او امه، ورقم تليفون ولي الامر، مش عايز الطالب، عشان لما يكلمني يقول لي عايز اسحب، ابص في الكلام ده اعرف ده مين اللي انا هبعت له الفلوس. طب انا بطلب الحاجات دي ليه؟ مش جايز ربنا ياخدني؟ مش ده وارد ان انا اموت؟ يبقى الناس ترجع للناس فلوسها، يتواصلوا مع اولياء الامور دول ويرجعوا لهم فلوسهم. مش ده وارد انه يحصل؟ دي رقم 1. رقم 2 الطالب ده بعد الحصه، بعد فصل،
بعد فصلين لقى نفسه مش مرتاح للدكتور مجدي وطلع باي كلام وعايز يسترد فلوسه، نبعت له بقى الفلوس دي كلها ياخدها بقى ويسيء التصرف، الشيطان يضحك عليه يبقى زين ابوه وامه؟ لا، ولي امره اللي يكلمني وانا هرد له الفلوس لولي الامر على التليفون ده، من خلال التليفون ده هخلي الناس تتواصل معاه واتاكد ان ده ولي امره وابعت له الفلوس. اهو بقول كلام بسيط. انا مش عاجبني الكلام ده، ما تشتركش معانا. انا مش عايز الاشتراك السنوي ده، مش عايزه، لان ده عبء عليا نفسي. مش ههدى الا لما اخلص الكلام ده ليله الامتحان. ما هي دي فلوس، دي امانه هتحاسب عليها. فانا مش عايز الاشتراك السنوي ده. طب بعمله ليه؟ عشان والله 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 دي رغبه اولياء الامور والطلبه. احنا عايزين اشتراك سنوي، ندفع فلوس. في اباء وامهات كنت انا بدرس لهم ولادهم ثانويه عامه، في اسر انا بدرس لها، انا دي السنه رقم 44، فكنت بدرس للاباء والامهات. فبيقول لي احنا مش هناخد مع حد ومش هنسمع غير حضرتك، فعايزين رقم معين بقى. في واحده ساكنه في قريه في القرى، عشان تروح بقى تطخ مشوار قدام عينك عشان تعمل الاشتراك ده بتاع كل فصل، بتقولي لا انا عايز ادفع مبلغ وخلاص، انا مش هسمع حد غيرك، انا مش هسمع حد غيرك. طب نريح الناس، هنريح الناس حاضر، وهنعمل اشتراك السنوي، بس انا عايز امن علاقتي انا بقى مع ربنا. لو انا حصل لي حاجه الناس ترد الفلوس للطلبه دول واولياء امورهم. طب لو في طالب ماشي معانا وفي نص الطريق قدام عينك وقف ومش عايز يكمل، نبعت له فلوسه. لكن ناخد فلوس الناس ونقول لهم اخبطوا دماغكم في الحيط، انا ماليش دعوه، هذا لا يرضي الله. يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ كم طالب وكم طالبه السنه اللي فاتت قدام عينك تواصل معايا، انا اشتركت سواء في الكورس او اشتركت قدام عينك مع المدرس اشتراك سنوي، واشتريت كتبه واتدبست في الكلام ده ومش عارف اعمل ايه. كم طالب؟ خشوا شوفوا في التعليقات في المحاضرات بتاعت اخر السنه، سواء الخلاصه المراجعه النهائيه للازهر او الثانويه العامه او ليالي الامتحان، بقى شايفها الاف الطلبه. شوفوا كم طالب كده كاتب الكلام ده. انا نفسي احضر مع حضرتك بس مش قادر اقول لابويا هات فلوس تاني. احنا طالعين من اول السنه اهو نقول اهو احنا واقعين مع عصابه، يبقى لازم تنتبه لهذا الكلام. اللهم اني لقد بلغت، اللهم فاشهد. طيب انا كده تقريبا خلصت الكلام اللي انا عايز اقوله. طب يا دكتور مجدي انت عايز تقول حاجه تانية؟ الطلبه اللي حاجزين معانا، احنا فتحنا باب الحجز ده تقريبا في اخر شهر 4 اول شهر 5، والطلبه دول كانوا نوعين. فيهم طلبه متفوقين جدا، فيهم طلبه متفوقين جدا وكانوا اوائل معاهدهم الازهريه واوائل مدارسهم. الطلبه دول دافعين مبلغ معين، دفعوا مبلغ معين وهم ما سمعونيش اصلا. انا لا بدي علوم متكامله ولا بدي تانية ثانوي، وطول عمري المراكز بتتحايل عليا عشان ادي اولى وثانيه، يقول لي عشان الطلبه تعرفك. اقول لهم انا مش عايز حد يعرفني، انا عايز اللي يسمعني يفهم انا بقول ايه. خلاص حضرتك مشكورا. الطلبه دي اللي دفعت فلوس دي ده ليهم حق، اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. الطلبه اللي خدوا معانا ودفعوا لنا فلوس وكانوا من الاوائل وبعتوا لنا استماراتهم وربنا ينجحهم يا رب ويجيبوا اعلى الدرجات ان شاء الله ويكونوا ان شاء الله من الاوائل، الطلبه دول هيدفعوا مبلغ بسيط جدا على المبلغ اللي هم دفعوه ومش هيدفعوا ولا جنيه بعد كده. هتتواصلوا مع فريق عملنا قدام عينك هيقولوا لكم مبلغ بسيط هتدفعوا، مش هتدفع ولا جنيه لغايه ما تخش امتحانك على خير. طول السنه المحاضرات اوتوماتيك هتتفتح لك خلاص، ايا كان عدد المحاضرات. بقول كلام واضح مش هتدفع جنيه عليهم، وده مبلغ هيوصل الخصم بتاعك لاكتر من 80%. انا وعدت باكتر من 50%، خلاص واهو انا بنفذ وعدي. انت دفعت رقم معين هتحط على الرقم ده مبلغ بسيط وكده اقل كمان من الكلام ده كله، خلاص، وكده هيتعمل لك خصم يصل الى اكتر من 80%. طيب يا دكتور، نعم الطلبه اللي احنا قلنا عليهم اولياء امورهم قدام عينك، ولي امره كان متوفي يتيم واخد بالك انت، او كان على المعاش او حاجه في الفتره اللي فاتت دي، احنا وعدناهم ان هم هياخدوا 30% خصم. لا انت الخصم بتاعك يا ابني هيزيد عن 50-60%. بص انا قلت ايه؟ هيزيد عن هتدفع برضو رقم معين على الرقم اللي انت دفعته، مش هتدفع جنيه تاني طول السنه لغايه ما تخش الامتحان. طيب اي حد من دول طبعا ده هيدفع اقل من ده، هيدفع اقل من ده. انا مش عايز اقول الارقام عشان ما لخبطش الناس اللي بتسمعني، يعني خلاص دي مرحله واتقفلت خلاص.
فاحنا قلنا لكم القصه ماشيه ازاي. يبقى اللي حجز معانا شهر 4 شهر 5 شهر 6 شهر 7 دلوقتي احنا في شهر 8، كل الطلبه اللي حجزت معانا دي قدام عينك قبل كده ودفعوا مبلغ معين هيخش يدفع مبلغ بسيط ان شاء الله على الرقم اللي هو كان دفعه ده، مش هتدفع جنيه تاني. وانا قلت الاوائل دول خصمهم هيوصل اكتر من 80%، بتوع اللي والده متوفي وخلافه هيوصل لاكتر من 60% ان عشتوا كان في عمر. احنا ملناش بركه الا انتوا، وانا عاشق للعلم وبحب التدريس وواقف معاكم وفي ظهركم، ما عنديش اي مشكله خالص بالمره، بس المهم انت كمان تظهر حسن النيه وتذاكر وتجري ورايا. انا تقريبا كده قلت كل اللي عندي، عايز بس اقول كلمتين. كل المدرسين اللي نزلوا على اليوتيوب محاضرات خاصه بالثانويه العامه تقريبا كلهم انا سمعتهم، ولقيت اللي بينزلوا الكلام ده يا اما مش فاهم الماده العلميه، مش فاهم، يا اما حافظ وبيسمع، لا اما حافظ وبيسمع المنهج. عايز اقول له نصيحه لله، نصيحه لله، حبيبي روح قدم في كليه التربيه على دبلومه تربوي، هتفرق كتير معاك قوي. القصه مش ان انت تدي ظهرك للطلبه قدام عينك وتقعد تكتب على السبوره، القصه مش كده، ده في حاجه اسمها طرق تدريس. لازم تروح تاخد الكورس التربوي ده، لازم تروح تاخده، تقدم على دبلومه تربوي وتتعلم كيف تدرس لو انت هتشتغل كده. حبيبي انت سهل جدا ان انت كنت طالب في الثانويه العامه جبت درجات كتير، بس ده ما يدكش الحق انك تدرس. دخلت كليه طب، جميل، فوق راسي من فوق، ايوه، طب ايه المشكله؟ ما انا خريج كليه طب، لكن ده ملوش علاقه بالتدريس، ده ملوش علاقه. اللي بيدرس بقاله 5 سنين و4 سنين و6 سنين و8 سنين وحتى 10 سنين، حبيبي انت ماشي غلط وبتأذي ولاد الناس، انت مؤذي وبتظلمهم. تروح تاخد دبلومه تربوي، انا عملت كده. لازم تثقل الكلام ده بالعلم، بالعلم. ولو انا منك بقى تتقي ربنا وتبطل تدريس ثانويه عامه السنتين دول، انزل بقى درس اعدادي، كبيرك اولى ثانوي علوم متكامله، لكن لا تتحمل مسؤوليه طالب في ثانويه عامه، تحرق قلب ابوه وامه، وعمالين نلم في فلوس ونبيع في كتب. انت يا ابني غلط وده مش صح. انا بقول لك نصيحه لله، وانا في سنك كده قدام عينك ويمكن اصغر منك، رحت خدت دبلومه تربوي ورحت درست في المدارس الحكوميه. ليه؟ عشان تثقل هذا الكلام، لان التدريس دي قصه تانية خالص. انا شايف يا اما انت مش فاهم الماده اصلا وعمال تجيب حته من الشرق وحته من الغرب، يا اما طالع بتهزر انت واصحابك، واخد بالك انت، ودمكم تقيل والناس قرفانه وبتضيع وقت العيال وعمال تعمل لي خواطر وعمره واستيكرات. يعني انتوا بهدلتوا التعليم، انتوا بهدلتوا التعليم. بيتهيألي كده بتوع الاحياء خدوا حقهم وزياده. اتنقل بقى لاخواننا بقيه المدرسين، عايز اقول كلمتين لله، مش منظره برضو. انا في سلوكياتي كلها لما اجي افكر في اي حاجه في حياتي اقول الملائكه دي ما بتغلطش. ايه التصرف الملائكي اللي ممكن اعمله؟ ما هو عكس التصرف الملائكي ده تصرف شيطاني. مفيش حاجه ثالثه. فيا رب نكون تصرفاتنا ملائكيه، يعني اقرب للصواب. هنغلط، هنغلط، احنا بني ادمين، بس اقرب للصواب. لما الدكتور مجدي اللي بيدرس بقاله 43 سنه، دي رقم 44، يقول للطالب اسمعني حصه واثنين وثلاثه واربعه، ويا حبيبي لو ما فهمتش هرد لك فلوسك، واعتبر الحصص دي هديه مني. عايز اقول لكل مدرس قدام عينك، احنا بنرمي حصه كده على اليوتيوب عشان ده البحر اللي مليان سمك، عشان نصطاد الطلبه، عشان ناخدهم بعد كده بقى ونروح على المنصه. امشي بس كده معايا وركز. يصح بقى تبيعوا لاولادنا كتب بتاعت فصل اول وفصل تاني وبعضنا طماع وظالم وتالت ورابع؟ يصح؟ والعيل ما سمعناش في العلم؟ طب هو حرام تعمل تصرف ملائكي لله؟ لله يا اخي،
عشان ربنا يبارك لك؟ حرام ان انت تعمل اول حصه وتاني حصه وتالت حصه في المنهج الطالب ما يشتريش كتب، وتبعت له الPDF بتاعها والواجب بتاعها وكل حاجه بتاعتها، تبعتها له PDF وتقول له حبيبي عشان ما نرهقكش ماديا انت واهلك، هتسمع اول حصه وتاني حصه وتالت حصه وخد فلوسهم يا سيدي، بس ما فيش داعي تبيع له كتب عشان انت بتكلف اولياء الامور. الناس هتجيب منين؟ حرام ترحمهم عشان ربنا يبارك لك في اولادك ويبارك لك في مالك ويبارك لك في صحتك. يعني ده حرام؟ الاقي مدرس قدام عينك بيعمل 4 فصول الاولى وخد بالك انت وعامل كتب وبيبيع. ليه عدم الثقه دي؟ عبدي لن احاسبك عن عمل غد، فلماذا تحاسبني عن رزق غد؟ ده ربنا اللي بيقول. انا مش هحاسبك على عمل بكره، انت ليه بتحاسبني على رزق بكره؟ انت قلقان ليه؟ ما عندكش ثقه في العلم اللي انت بتدرسه ليه؟ ما تخلي عندك ثقه في نفسك وفي العلم اللي انت بتدرسه. حرام تعمل حصه واثنين وثلاثه. قول له يا ابني هبعت لك الPDF بتاع الحصص دي وهبعت لك الواجب وهبعت لك الكلام ده كله، اسمعني حصه واثنين وثلاثه. بعد ما تسمع حصه واثنين وثلاثه قررت ان انت تبقى معانا، تبدا بقى احجز الكتب وهنبعت لك الكتب يا حبيبي. مش ده التصرف الملائكي؟ انما تصرف ابليس ايه بقى؟ الشيطان ايه بقى؟ ارمي حصص تاسيسيه على اليوتيوب، خد العيال ارميها بقى قدام عينك على المنصه تكوع الفلوس. اللي بيعمل اشتراك شهري واللي بيعمل باقه 3 اشهر واللي بيعمل اشتراك ترم، يا عم كل ده غلط. يا عم سيب العيل يفكر، ما تقلقش كده على رزقك، والله رزقك هيجيلك. ما تخافش. انت ليه ما عندكش ثقه في نفسك وثقه في العلم اللي انت بتقوله؟ قلقان ليه؟ ما اعرفش ليه القلق ده، ما اعرفش ليه ندبس العيال في 4 فصول فيزياء. ليه؟ طب ما انتش عارف ان في طلبه هتيجي قدام عينك عشان تحضر وهتمشي مش هيسمع؟ طب ندبسه في الكتب ليه؟ حرام. ليه ندي الفصل اول والفصل الثاني في الكتب، في الكيمياء وغيرها من المواد والعربي والانجليزي وكل المواد؟ تصرف الملائكي. او اسمعني اول 3 حصص حبيبي وهبعت لك الPDF بتاع الحصص دي وهتبقى 100 100 مش ناقصك حاجه. طب استقريت معانا بقى حبيبي؟ ادفع بقى فلوس الكتب دي وخدها. بلاش نعمل باقه 3 شهور وباقه 4 شهور من اولها ونلم في فلوس، وبعدين بعد كده العيل ما كملش معانا يخبط دماغه في الحيط يشرب من البحر. هذا ظلم، ده ظلم. وانا ما بطلبش منك حاجه، ما انا بقول على نفسي. بقول للطالب ادفع 1200 جنيه قدام عينك. في اي وقت قررت ان انت قدام عينك عايز تسيب الدكتور مجدي، ارفع سماعه التليفون ولي امرك، ابني مش هيكمل معاك. هنشوف المحاضرات دي اللي موجوده على المنصه ثمنها كام، نخصمها من ده ونرجع له فلوسه. مش احنا هنتحاسب على الفلوس دي؟ مفيش حد في مصر كلها بيعمل ده، انا عارف، بس دي دعوه ان احنا نخف شويه عن اولياء الامور ونخف عن الناس شويه، نرحم البشر عشان ربنا يرحمنا. من لا يرحم لا يرحم. فنرحم اولياء الامور شويه ونحس شويه باولياء الامور. هذه نصيحه لله. تقريبا انا قلت كل الكلام اللي انا عايز اقوله فيما يخص قدام عينك القصه دي. هرد بس على شويه حاجات بسيطه كده وسريعه. طلبه اللغات اللي تعبانين، حبيبي خد الماده بالعربي وهيجي لك ورق عربي وورق انجليزي، اعمل اللي انت عايزه. اللي عماله تقول لي هعرب محساني هي مولوده في بريطانيا في انجلترا. في ايه يا ستي؟ بنقول لك خدي الماده بالعربي عشان الموضوع صعب والمدرسين بتوع اللغات هيتاخروا جدا، مش هيخلصوا قبل شهر 5، والابواب الصعبه في الاخر الDNA والRNA والمناعه، وهتيجي تعيطي في اخر السنه. بنقول ايه صعب؟ كل طالب بيسمعني ينتظر من الدكتور مجدي يوم 20 21 22 حاجة هتبسط كل طالب أزهري أو ثانوية عامة بيدرس مادة الأحياء في جمهورية مصر العربية. هطلع أقول كلام هيبسطك قوي ما عملتوش في 43 سنة تدريس. ما تتدبس مع المدرسين، ما تشتريش كتب. بقول كلام بسيط فيما يخص الأحياء وفي كل المواد. ليه المدرسين بقى بتعمل القصة دي وبتأخر وبيعمل معسكر في النص؟ ما هو شهر رمضان جاي يوم كام؟ 8/2.
يروح موقف بقى المراكز كلها قدام عينك ويروح مدخل العيال على المنصه، ونبدا بقى قدام عينك القصه ونكروت الدي ان ايه وخد بالك انت ونلخبط الدنيا. ده كلام مش صح خالص بالمره، فننتبه لو سمحتوا. طيب احنا ايه الكتب عشان اقفل القصه دي خالص بقى؟ يا فندم انا هنزل اشتري كل الكتب اللي موجوده في مصر، كل الكتب، اي حاجه هتفيد حضرتك هنديها لك في الحصه، وهنبعتها لك PDF. كل الكتب. السنه اللي فاتت ده كتاب المؤسس 2026، ده كتاب الراقي، ده كتب البرهان اكتر من كتاب، الدليل اهو، دي كتب الدليل اهو، كل الكتب دي كتب الدليل، ده 26. ده التميز، ده كتاب المرجع، كان عامل كتاب ثانويه عامه وكتاب ثانويه ازهريه، المرجع برضو اهو، واحد ثانويه عامه واحد ثانويه ازهريه. دي كتب السنه اللي فاتت، وكتب الامتحان وكتب مش عارف التفوق، كل الكتب، كل الكتب. احنا عايزين منك ايه؟ احنا عايزين منك ايه؟ عايزينك تجيب كتاب الامتحان شرح واسئله. الدكتور مجدي بقى هيجيب كل الكتب بتاعت 27. طب اللي نزل ايه؟ اللي نزل كتاب الشرح 27 اهو باكتر من 500 جنيه، وكتاب التفوق اهو دول 27. كتاب التفوق اهو ثمنه اكتر من 500 جنيه. هننزل بقى نجيب الكتب دي كلها؟ احنا هننزل نجيب الكتب دي كلها؟ انا بقول لك اهو، هطلع في فيديو اخر هجيب لك كل الكتب في مصر، بس لسه ما نزلتش. هجيب لك كل الكتب واوريها لك. خلاص يبقى اهدى بقى، ما توجعش دماغنا. هتخش تسمع المحاضره بتاعت الدكتور مجدي الشرح، وبيدي عليها اسئله عشان يطبق على الشرح. بعدين بيديني اسئله واجب امتحان، احل الواجب، وبعدين بيديني تصحيحه اصححه، وبعدين في نفس الفيديو بيعمل مناقشه اسئله الواجب، يبدا يناقشك فيها، يمسك سؤال سؤال ويشرحه تاني. خلصت الحصه؟ ذاكرتها 100 ما تثقش في مجدي فوده. اجيب كتاب الوزاره لو انا ثانويه عامه موجود عندي على التابلت، لو انا مش ثانويه عامه موجود قدام عينك، انا ازهر هستلم الكتاب، افتح من هنا اشوف الراجل ده، لو لقيت كلمه انا ما قلتهاش او انت مش فاهمها تاخد رقم تليفوني وتتواصل معايا اذاكر معاك. يبقى بعد ما سمعت الحصه وسمعت الواجب وحليت الواجب وسمعت مناقشه الواجب وعملت الكلام ده كله، اروح فاتح ده بقى عشان يطمئن قلبي، ما تثقش في مجدي فوده ولا غير مجدي فوده. طب وبعدين اروح فاتح كتاب الامتحان الشرح اهو، مش الدرس ده مكتوب هنا؟ يبقى ده رقيب على مجدي فوده، ما ده فكر مدرس اخر. افتح ده عشان اشوف لو في كلمه مجدي فوده ما قالهاش تتصل بيا ذاكر معاك. وبعدين تفتح تحل الواجب اللي موجود في كتاب الامتحان. نخلص بقى الكلام ده، اعمل اللي نفسك فيه. طب انا هخلص المنهج امتى؟ لازم اخلص المنهج في شهر 2. امتى على وجه التحديد؟ قبل يوم 15/2. تاني، قبل يوم 15/2. ما يجيش عليا 15/2 ونكون خلصت. طب رمضان السنه دي هيجي 8/2. انا عندي امل في الله ان ربنا يديني ويديك العمر واخلص في الاسبوع الاول من شهر 2. لو عرفت اخلص في شهر 1 تاكد اني هخلص، لان اللي يحبك يخلص لك المنهج باقصى سرعه ممكنه، اللي يحبكم يخلص المنهج باقصى سرعه ممكنه. تعرف محتويات الكتاب ايه، بعد كده بقى حل من اي حته تعجبك، مش هنشبع حل. انا بقول كلام بسيط اهو، ما بقولش كلام صعب. يبقى تاني، كبرنا 15/2، مش هشرح كلمه يوم 16/2، لكن انا بقول عندي امل في الله ان انا رمضان 8/2 نحتفل برمضان، وان شاء الله في الاسبوع الاول من شهر 2 نكون مخلصين المنهج. افهم، ناخد بقى شهر رمضان كله
كل اللي عنده مشاكل في حته نروح نحلها معاه. بص بص، هو ده الصح. طول عمري وانا كده. مفيش حاجه اسمها نفضل نعك لغايه اخر 3 وشهر 4. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. الطالب الشاطر يخلص المنهج بسرعه، والمدرس الشاطر يخلص المنهج بسرعه، عشان يدي فرصه للطالب يعيد المنهج مره واثنين وثلاثه ويتدرب ويبقى 100 100. وانا قلت لكم اصعب اجزاء المنهج في الاحياء اللي في الاخر. الجيولوجيا الناس بتدرسها في سنه يبداوا في 9 يخلصوها في شهر 3 اخر 3. بص، فصل عليه 13 درجه و12 درجه للثانويه الازهريه، والدي ان ايه والار ان ايه يكروتوه قدام عينك، هو والمناعه في شهرين. يبقى هل ده يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا. انا بقى قلت اللي نفسي فيه، يا رب اكون في التقى. والله الذي لا اله الا هو هنتظر تعليقاتكم جميعا على هذا الكلام. بحلف بالله لو انت شايف ان الكلام اللي انا قلته النهارده ده من وجهة نظرك غلط، اكتب هذا الكلام في التعليقات وانا هحترمه. ولو لقيت معظمكم بيقول لي يا دكتور مجدي ما تتكلمش في ده، لان انا مش هبطل الكلام ده. اي حد هيعمل حاجه غلط هتلاقيني بطلع بنتقده في اي ماده. احنا ليه زي ما قلت لك صوت الظالم هو اللي عالي وصوت الحق هو اللي منخفض؟ ليه اللي ماشي غلط ما نقولوش انت ماشي غلط في اي حاجه؟ هو ربنا خلقني كده. اكتب لي في التعليقات قول لي انت غلط في اللي انت بتعمله ده، وخليك في الاحياء. والله العظيم ما هتكلم تاني. طب اقول لكم اكتر من كده بقى، اقسم بالله لو قلت لي بطل تدريس خالص بقى، اقعد ارتاح كده كفايه كده، والله العظيم لا بطل. انا بملى بقي بالعظيم وانا صادق. الدنيا بالنسبه لي ما تفرقش حاجه. انا لا طالع عشان اضايق حد ولا عشان، بس انا شايف اوضاع كلها غلط، كلها غلط. بص، فده ما يرضيش ربنا. انا خلصت بقى اللي عندي كده، ضميري مرتاح تماما، وضحت الصوره الكامله، واخد بالك انت، وقلت خطه عملنا هتكون ماشيه ازاي الى اخره. انتظر بقول تاني، يوم 20 21 22 23 في الايام دي انتظر من الدكتور مجدي مفاجاه لكل طالب في جمهوريه مصر العربيه في كل المحافظات. هقول لك على حاجه لو عملتها هتفرق كتير جدا معاك جدا، فربنا هيفرحك ان شاء الله. انتظر مني هذا الكلام، هيفرق معاك جدا بمشيئة الله تعالى. أرجو إن الكلام ده اللي أنا قلته ده دايما دعوتي. اللهم، أنا قلت لك قبل كده وسيبنا أفكرك لله. قلت لك إيه؟ قلت لك مفاتيح النجاح 5 في الدنيا وفي الآخرة. إياك نعبد وإياك نستعين. قرب من ربنا، قرب من ربنا. ووصينا الإنسان بوالديه، أبوك وأمك، بوس راسهم وبوس إيديهم، ولو أنا منك أبوس رجليهم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اتقن اللي أنت بتعمله، ما تكروتش. اتقن العمل اللي أنت بتؤديه. وبشر الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى عندك شوية صبر، اصبر. وأخيرا الرضا. ارضى بقى باللي ربنا يعمله فيك. دول ال5 مفاتيح نجاحك في الدنيا ونجاحك في الآخرة. اللهم اهدني واهدي بي واجعلني سببا لمن اهتدى. أراكم جميعا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.